السلام عليكم. ايه الاخبار؟ اهلا بيكم في حلقه جديده على قناه روبابيكيا، القناه ما بنفهمش فيها في اي حاجه بس بنتكلم في كل حاجه. خلينا قبل ما نتكلم شويه، انا عايز اشكركم على 500 سبسكرايبر. دي حاجه كبيره جدا، وده كان اول اهداف القناه ان احنا نوصل 500 مشترك. انا اتفاجئت جدا بحاجه زي دي حاجه بسطتني جدا. انا عارف ان رقم 500 سبسكرايبر ده يعتبر ولا حاجه في عالم اليوتيوب يعني، بس دي بدايه انا بالنسبه لي قويه جدا، وخصوصا ان انا كنت بقصر شويه، مش بنزل شويه، منزل 16 فيديو وبقالي بادئ بقالي كذا شهر. فدي حاجه بالنسبه لي كبيره ان في 500 شخص يهتم ان هو يشترك في هذه القناه عشان يسمع اللي انا اقوله. دي كانت حاجه حابب اقولها جدا. ان شاء الله نقدر نكمل ونقدم محتوى بنفس الاسلوب، وحتى يبقى في تطور في كذا حاجه يعني. فحبيت اشكركم واقول لكم ان دعمكم ده مخلي القناه دي بتكمل، حتى لو بنقعد فتره ما بننزلش بنحاول ان احنا نرجع ننزل تاني يعني. اتمنى لو ان شاء الله الحلقه دي عجبتكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتتابعونا على حساباتنا على فيسبوك وانستجرام وتيك توك. ومن غير اي بقى مقدمات كتير، يلا بينا نخش تفاصيل الحدوته. طبعا زي ما انتم شفتوا في عنوان الفيديو والانترو والثامنيل، احنا النهارده هنتكلم عن اقوى 14 البوم في 2025. واحب اوضح حاجتين قبل ما نبدا هذه القائمه، ان القائمه دي قائمه شخصيه جدا، فده بناء على ذوقي الموسيقي، او انا شفت ازاي الالبومات دي حلوه او قويه بالنسبه لي. تاني حاجه ان الهدف القائمه دي غير ان انا اعبر عن رايي، ان انت كمان وانت بتسمعني ممكن تكتشف ان في مغني معين كنت بتحبه مش لاقي له البومات، نزل البوم جديد، تكتشف حاجه جديده، تسمع حاجه جديده، وتبدا انت كمان تفكر وتحط ترتيبك الشخصي لل 14 البوم اللي نزلوا دول. هم ليه 14 البوم؟ لان دول ال 14 البوم البوب اللي نزلوا. لان احنا استثنينا الراب، لان الراب كانت الدنيا تفتح على الاخر، لان ويجز البومين ومروان موسى البومين، فالدنيا كانت هتفتح على الرابع، فتجنبنا الراب تماما. طبعا ممكن تختلف على التصنيف بتاعي ده، وانا عارف ان في التصنيف اللي انا اقوله في حاجات هتثير الجدل جدا، في جمهور حد معين ممكن انا حطيته في الرانك مش اعلى حاجه، جمهوري يبدا يجي عليا شويه، بس ما عنديش مشكله. هل انا قد الضغط ده؟ هل انا قد الهجوم ده؟ مش عارف، هنكتشف. وهل حد هيهاجمني اصلا، حد مهتم يهاجمني اصلا ولا لا؟ دي حاجه برضه ما نعرفهاش، هنشوفها مع بعض. بس انا هقول رايي ولما تشوفوا القائمه دي برضه تقدروا تحطوا انتوا القائمه بتاعتكم في الكومنتات تحت ونتناقش فيها عادي. انتوا عارفين انا برد على كل الكومنتات، فممكن نتناقش فيها مع بعض. مبدئيا كده خلينا نبدا تصاعدي، اللي هو من تحت من رقم 14 لحد ما نوصل لرقم 1. رقم 14 بالنسبه لي هو البوم حاجه غير لامال ماهر. ده مش معناه ان الالبوم كان وحش، بالعكس، هو القايمه دي كلها مترتبه على حسب حلاوه الالبوم. مش معنى ان في البوم في الاخر فده وحش، ومش معنى ان في البوم فوق يبقى احسن منه او كده، لا، هو تفضيلات شخصيه زي ما قلنا. فالبوم حاجه غير لامال ماهر نقدر نقول عوده حميده بشكل ما لامال ماهر. الالبوم ده نزل في شهر 7 تقريبا، يوم 19/7 2025، لان كان اخر ظهور لامال ماهر على الساحه كان شهر 9 2023 بميني البوم كان اسمه انا كويسه، كان 5 اغاني بالظبط. وقبله لو هنتكلم على البوم بقى، كان اصل الاحساس في شهر 1 2019. فدي رجوع كويس لامال ماهر، رجوع اتبسطت ان انا شفته. وكمان الالبوم مش كبير قوي يعني، ما فيهوش عدد اغاني كتير، بس عدد اغاني معقول، في 10 اغاني بالظبط. الالبوم ليه هو في هذه المرتبه؟ لان الالبوم كله البوم عادي يعني، الالبوم ما فيهوش حاجه مميزه، حاجه تمسك معاك. انا ممكن اقول، بس انا يعني مش عايز اقول كده، مش عايز اكون انا اللي بنقد امال ماهر يعني، هي اكيد صوتها محيني، بس هي قدمت اقل من المستوى العادي اللي احنا متعودين عليه بتاع امال ماهر، ما عدا اغنيه حاجه غير. دي كانت حاجه غير بجد يعني، كانت اغنيه مختلفه كده شويه وتبع الاتجاه الجديد. خلينا نتفق من النقطه دي الفيديو لحد اخر الفيديو، الاتجاه الجديد هو الاتجاه اللي ظاهر السنه دي، اتجاه ان الاغاني بتاعتنا كلام لسه هو لسه عن الحب، ولسه عن الفراق، ولسه عن السكه دي كلها، بس المزيكا واخده سكه التكنو والهاوس والكلام ده كله. فالالبوم حلو، ممكن الناس اللي فانز قوي لامال ماهر تتبسط بالالبوم ده، بس انا عشان مش بيج فان او مش توب فان لامال ماهر، بس ستيل بحبها، اتبسطت جدا باغنيه حاجه غير، ودي كانت اغنيتي المفضله في الالبوم. نخش على المركز ال 13 وهو البوم في وقت قياسي لحسين الجسمي. الالبوم ده نزل في شهر 8 20/8 تقريبا، والبوم مش صغير، فيه 13 اغنيه. وانا هقول لكم ايه حكمه ان احنا بنقول عدد الاغاني اللي في الالبوم بس في اخر الفيديو، خليك معايا. الالبوم ده اول البوم غنائي لحسين الجسمي من سنه كام؟ من 2010، من الالبوم بتاع 6 الصبح. طبعا انت ممكن حاجه زي دي، معلومه زي دي تلخبط لك دماغك شويه، ازاي انا مش حاسس ان حسين الجسمي انقطع بكل هذه الفتره؟ ما هي دي الفكره، حسين الجسمي موجود على الساحه بشكل كبير، ازاي بيديك نفس عدد اغاني الالبوم بس ما بيحطهمش في البوم؟ ممكن يعمل لك 10 سنجلز في السنه، 12 15 اغنيه في السنه عادي، بس مش في البوم. فدي كانت الفكره، ان عوده حسين الجسمي بالبوم دي كانت مفاجاه. ممكن تلاقي له البومات، بس مثلا البومات اغاني دينيه، البومات حاجات هو بيحب يغنيها يعني زي كوكتيل كده، منوعات بتاع، بس ما تلاقيلوش البوم بتاعه هو. ده كان اول البوم ليه من 2010 بعد 15 سنه. الالبوم هو اللي هتوقعه من حسين الجسمي، مقسوم طبعا لنصين، فقره اللي فيها الغناء الخليجي
طبعا لان ده حسين الجسمي، والفقره اللي فيها الغناء المصري. ليه فيها الغناء المصري؟ ده انا تخميني ان هو حاجه من الاثنين، وممكن يكونوا السببين يعني. يا اما حسين الجسمي اكيد 100% مغني شاطر وعارف قد ايه جمهوره في مصر كبير جدا فبيحط اغاني مصريه للناس دي، او بسبب حبه لمصر عامه، لان حسين الجسمي بيحب يغني اغاني وطنيه لمصر كده يعني، عشان كده لمصر هو يحسسك بوطنيتك قوي رغم ان هو مش مصري بس يحسسك بيها قوي. طبعا ليه هو في المرتبه الرقم 13؟ عشان انا مش بيك فان لحسين الجسمي، بس بعشقه في اغاني بسمعها باستمرار ليه يعني. وكمان انا ما بحبش قوي الفقره بتاعت الغناء الخليجي شويه، فعشان كده بالنسبه لي ما كانش افضل البوم. وغير كده ان الالبوم هو المتوسط بتاع حسين الجسمي، لا حاجه جامده قوي اللي هو ما سمعناش قبل كده من حسين الجسمي. دايما حسين الجسمي بيفرقع في الحاجات اللي هي السنجلز، بس الالبوم هو اللي تتوقعه من حسين الجسمي، مش هتلاقي حاجه زياده. اقدر اقول ان كانت اغنيتي المفضله في هذا الالبوم هي اغنيه مستنيك. الانترو بتاعتها خطيره، جديده على الودن وانت بتسمع اغنيه لحسين الجسمي. وطبعا طلع التيار الجديد بتاع التجديد شويه، مش قوي شويه، بس مزيكا كاتشي هتعلق معاك. بس اول لما الاغنيه بتشتغل هنرجع تاني للحن اللي احنا عارفينه بتاع حسين الجسمي، او مش اللحن، التوزيع بتاع حسين الجسمي بالكلمات اللي احنا عارفينها. مع ان الالبوم ما فيهوش مستنيك بس، لا بالعكس، فيه في وقت قياسي، في انا والقمر، في حاجات كتير يعني. بس يعني لو جينا نقول الاغنيه اللي انا اتبسطت بيها هي مستنيك. وانا بسمع الانترو اللي في الاول قعدت اعيدها شويه، دي بجد اغنيه حسين الجسمي، واتبسطت جدا وكلماتها كانت حلوه. عايز اقول لكم انا ليه بقول لكم اغنيتي المفضله في كل الالبوم ده، عشان في الاخر هنختار من كل الالبومات دي افضل اغنيه في السنه بالنسبه لي برضو. خلينا بقى نكمل القايمه بتاعتنا ونخش على المرتبه رقم 12، وهو البوم يا مشاعر لنوال الزغبي. يا جماعه نوال الزغبي رجعت بعد غياب طويل جدا، غياب طال من شهر 2 2019. مفيش حاجه لنوال الزغبي، مفيش البوم، مفيش اي حاجه. والالبوم ده على فكره البوم صغير مش كبير، الالبوم فيه 7 اغاني فقط، بس عمل ضجه شويه لما نزل ان نوال الزغبي يا جماعه بترجع. نوال الزغبي جت ونزلت تقريبا لو انا فاكر صح للسبع اغاني، نزلت لهم فيديو كليبس، فالبوم محترم كمان، البوم جميل جدا. والالبوم ده نزل في شهر 5 2025 بس ما نزلش على بعض، ونزل واحده الثانيه الثالثه. فكره التشويق دي كانت قويه يعني. الفكره ان الالبوم دلوع قوي بقى يعني، تتبسط منه جدا يعني. لو انت بتحب الاغاني دي هتتبسط جدا، ولو انت كمان بتحبي الاغاني دي او بتحبي نوال الزغبي، او انت في فتره ما في فتره تالق نوال الزغبي في 2015 كده حبيت ده، هي عوده قويه جدا ليها يعني. مثلا في اغاني كده الدلوعه اللي احنا متعودين عليها، زي اغنيه اجي بالدلع ايرونيكلي انف يعني، اغنيه زي انت مين، اغنيه زي ماضي، اغاني حلوه جدا. والالبوم 7 اغاني بس متنوعين لدرجه ان في اغنيه اسمها وقت الشده كانت طابع سوري شويه بس حلوه، ستيل حلوه. انا اتبسطت، كانوا 7 اغاني خفاف على قلبي قوي، اتبسطت بيهم جدا. وكنت وانا بسمع انا مبسوط. كنت بسمع اغنيه انت انا كنت مبسوط جدا، واجي بالدلع برضو انا كنت مبسوط جدا يعني. ماي جيلتي بليجر، عارف الاغاني دي مش ليا ومش عايز حد يشوفني وانا بسمعها بس كنت مبسوط بصراحه. اغنيتي المفضله في هذا الالبوم انا فعلا محتار بين انت مين واجي بالدلع يعني. انا عايز اقول انت مين لان انت مين فيه في الاول حته كورال وحته كده بترقص، انا عايز اقولها بس للاسف اجي بالدلع تغلبني. ليه؟ مش على حاجه، بس دي قوه الاغنيه الحلوه. الاغنيه الحلوه تخليك تختارها حتى لو انت بتفضل حاجه تانية. فيعني لو في فعلا اغنيه حلوه او البوم حلو، انا غصب عني من حلاوته هختاره فوق اللي انا حابه. فبصراحه اغنيتي المفضله هي اغنيه اجي بالدلع. اغنيه حلوه، الكلمات فريش جدا والمزيكا حلوه جدا، بوم تحفه، وعوده حميده جدا 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 لنوال الزغبي. عوده انا برضو مبسوط بيها جدا، من اكتر العودات اللي انا مبسوط بيها في هذه القايمه. بعدين نخش على الالبوم رقم 11، الالبوم اللي هيعمل لي مشاكل، وبوم لينا ميعاد لتامر حسني. اما قبل ما تحكموا عليا اسمعوني لحد الاخر. الالبوم ده نزل في شهر 7، البوم كبير شويه، يعتبر فيه 12 اغنيه. احنا المتوسط اصلا بتاع العدد الاغاني جوه الالبوم في الوطن العربي من 9 ل 11، فهو معدي المتوسط، ودي حاجه حلوه. دي كانت مش عوده لتامر حسني، لان تامر حسني كان نازل بالبوم السنه اللي قبليها، كان البوم هرمون السعاده شهر 2 2024. البوم تامر حسني انا يعني، بصوا يا جماعه صراحه اقولها، انا تعبت يعني. انا كل سنه او كل لما تامر حسني ينزل البوم اقول اهو تامر حسني بقى البوم بقى، يلا بينا بقى نسمع بقى ونتبسط بقى وبتاع. مش بعد كده اتفاجئ بالالبوم، لا يا جماعه ده مش مستوى تامر حسني خالص. مشكلتي مش مع الالبوم ومش مع تامر حسني ومش مع الاغاني، مشكلتي مع الكلمات. الكلمات صعبه، فيها جزء انا مش فاهمه ليه.
لان دلوقتي تامر حسني عنده بيرسونه المغني الشاب، ودي بيرسونا بيتبناها ناس كتير زي على راسهم عمرو دياب، رامي صبري، ناس كتير قوي متبنيه هذه البيرسونا، بيرسونا ان انا مغني الشاب اللي مهما سني هيكبر انا هفضل شاب. انت دلوقتي عايز توصل للشباب، ليه بتستخدم كلمات عمر الشباب مش بيقولوها دلوقتي؟ الشباب اللي دلوقتي ما بيقولوش الكلام ده زي الانوثه الطاغيه. امتى اخر مره وانت قاعد مع اصحابك على القهوه بنت مثلا جابتك فانت قلت دي بجد حلوه اموره جدا، دي عندها انوثه طاغيه؟ حد قال كده؟ ولو قال انوثه مش هيقول طاغيه، ولو قال طاغيه مش هيتكلم عن انوثه اصلا. ويا ابن اللذينه، يا ابن اللذينه دي بتاعت خالك، اللي هو مثلا وانت قاعد يقول لك يا لا ده انت ابن اللذينه، يا لا ده انت ملكه جمال الكون. ملكه جمال الكون دي انا ممكن كنت تكون بستخدمها، بس مثلا وانا عندي 17 سنه شويه، اللي هو لا دي ملكه جمال الكون، دي معاكسه بس قديمه برضه، حاسس ان انا بسمع خالي. ده اللي خلى الالبوم ده في مركز متراجع شويه او خرجه بره التوب 10. كلمات مش لايقه على البيرسونا ولا واصله للشباب. بحس ان انا بشوف تامر حسني مش ببيرسونه الشاب، بحسه ببيرسونه الراجل الخمسيني المتصابي، فانا مش بهاجمه، بس ده اللي بيوصل لي من الكلام. رغم بقى ان المزيكا ممكن يكون الالبوم ده لو صنفنا الالبومات دي كلها مزيكا فقط يتحط في فوق خالص، حط في التوب 5 ويخش التوب 10 مستريح. ليه؟ لان المزيكا فريش جدا، في مزيكا موزيع معين اتلعبت في كذا اغنيه انا ما سمعتش زيها في كل الالبومات اللي جايه خالص. غير كده ان تامر حسني قدم اداء صوتي، يعني استعرض عضلات صوته في الالبوم ده كويس، ووراني طبقات صوته، ووراني غنى، ووراني اداء حلو جدا. بس الكلمات كان عندي فيها مشكله، كل مره باجي عند اغنيه بعطل، الكلام مش جاي معايا. حتى شباب الجيل الجديد وهم بيغنوا لو بيقول يا ابن يعني بيحط تيت وما بيقولش الشتيمه، او بيقول الشتيمه ويحط عليها تيت. لكن انا ما بقولكش اشتم، ما بقولش تامر حسني اطلع اشتم، مش هينفع برضه، مش ده اللي احنا متعودين عليه من تامر حسني. بس مش لازم يا ابن، مش لازم تحطها، شيلها. يا اما حاجه من الاثنين، يا اما بيرسونا تامر حسني تبدا تتحول لخلاص لا انا الجيل ده، يا اما تفضل في بيرسونا الشاب بس الكلمات تبقى شبابي. وعلى فكره الالبوم ده فيه فيتشرز حلوه، فيه فيتشر مع منير قوي جدا انا عجبني جدا، وفيه فيتشر مع كريم اسامه اللي هو اغنيه هو ده بقى، دي الاغنيه الوحيده تقريبا اللي سمعت مع الناس. وتعرف الالبوم ده ضرب ولا لا او سمع ولا لا ازاي؟ لما الناس تبدا تاخده وتتعامل بيه ان هو ترند وتعمل عليه ساوندز، تعرف ان الالبوم ده وصل للناس. فالاغنيه دي اللي وصلت بسبب كريم اسامه، لان الحته المشهوره بتاعت هو ده بقى بتاعت كريم اسامه. فالالبوم ده معانا في المركز ده بسبب الليجاسي بتاع تامر حسني الكبير جدا، وبسبب الاداء الصوتي، بسبب المزيكا الفريش جدا. بس اللي خلاه يرجع او يطلع بره التوب 10 هو الكلمات، وان انا برضو مش توب فان لتامر حسني، بس بسمع له اغاني طبعا، يعني انا بسمع تامر حسني. فزي ما قلنا دي قايمه شخصيه، تختلف تتفق معايا، يعني حاول ما تشتمنيش وجهه نظري في الحاجات دي، لان زي ما قلت لك الكلمات في حاجات انا كنت بكرنج منها شويه. لان كمان الكلمات لما بتبقى مختلفه كده او بتحس ان هي بره البيرسونا وبره الجيل اللي انت بتوجه له الاغاني، يعني المزيكا متوجهه للجيل ده، الكلمات لا. انا حاطط الالبوم ده في المركز ده وانا متضايق، انا كان نفسي احط تامر حسني في البومه في حته قدام قوي. اغنيتي المفضله في هذا الالبوم اغنيه هو ده بقى مع كريم اسامه، اغنيه حلوه فريش جدا شبابي جدا ووصلت للناس جدا. وخلينا بقى نخش في التوب 10. رقم 10 هو البوم حبيبنا لاحمد سعد. البوم مش كبير، البوم 9 اغاني، ونزل في اول السنه، نزل في شهر 1 2025، وده نقدر نعتبره عوده حميده جدا لاحمد سعد، لان احمد سعد نزل في حياته كلها 4 البومات. اول البوم كان 2003 البوم اشكي مين، وبعده البوم في 2007 كان اسمه وحشتني عيونك، والالبوم الرابع سيبه شويه على جنب، خلينا في الالبوم الثالث اللي هو العوده اللي هو حبيبنا، ده اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. والانقطاع ده هو شبه انقطاع حسين الجسمي شويه، ان هو لما نزل في 2007 انقطع شويه، ما نعرفش ايه اللي حصل. بعد كده احمد سعد بدا يرجع لما غير لونه تماما، واغاني كتير في السنه، سنجلز كتير في السنه، فانت احمد سعد حاضر في دماغك قوي، فاكره كويس قوي وجوه دماغك جدا، لان هو بينزل اغاني كتير سنجلز على مدار السنه بس ما بينزلش البومات. الالبوم ده متنوع، في اغاني هاديه وفي اغاني فرايحي، في الاغاني الهاديه او الحزينه اللي احنا كنا عارفين بيها احمد سعد زمان في 2007 و2003 والكلام ده كله، في الاغاني الفرايحي اللي احنا متعودين بيها عليها دلوقتي، فهو ميكس جميل. بس انا عندي مشكله مع الاغاني الهاديه او الحزينه، لان احمد سعد طبقه صوته في شيء من الشجن، في جزء من الشجن كبير قوي، فلما بيغني هادي هو صوته فيه شجن كده، بحس ان انا عايز ادفن نفسي. لكن الاغاني الفرايحي انا كنت مبسوط بيها جدا، زي سودا سودا، اغنيه حلوه جدا مديها فايبس عمرو دياب بس بطابع احمد سعد كده. واغنيه حبيبنا اغنيه حلوه جدا، بس انا عندي مشكله مع اغنيه حبيبنا ان انا مش عارف اسمعها لوحدها، لان هي الانسترومنتال بتاعها شبه نور العين قوي، وفي نفس الوقت لما بيقول حبيبنا 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 دي انا بفتكر عمرو دياب، مش في حبيبي 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 يا نور العين.
بفتكر في بيوحشنا فانا حاسس ان الاغنيه ميكس بين نور العين وبيوحشنا، فمش عارف اتعامل معاها ان هي اغنيه منفصله، فده فصلني شويه، بس ما خلاش الالبوم يبوظ حلاوته عندي، لان الالبوم ده فيه اغنيه روعه 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 جديده فريش حلوه خطيره جدا، انبسطت بيها جدا، علقت معايا، واعتقد دي من الاغاني اللي هاخدها في جيبي وانا ماشي بعد الحلقه دي هسمعها. وهي اغنيتي المفضله في الالبوم ده، اغنيه مفتقدني. اغنيه في قمه الابداع، حتى من اول المزيكا لصوته للتوزيع لحتى الباك اب فوكلز، حتى لا 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 لا، اغنيه في منتهى الابداع، كاتشي جدا، علقت معايا من اول دخلتي، من اول ما هو بيغني اصلا. انا خلاص اشتريت احمد سعد، اتفضل خد هات الاغنيه دي جدا. فلا اغنيه حلوه جدا تستاهل هذا المركز في التوب 10. ونخش على المركز التاسع، البوم قلبي ارتاح للطيفه. لطيفه يا جماعه، البوم كبير، البوم 14 اغنيه، البوم كان تاريخ صدوره شهر 7 2025 تقريبا يوم 17. والفكره ان انت ممكن لاول وهله تتفاجئ مفاجاه عكس اللي عاملين نتفاجئ من اول الفيديو، ان يا ده اول البوم للشخص الفلاني من زمان قوي كده. لا، انت بقى هنا ممكن تفتكر العكس، ان لطيفه منزله البوم 2025 والناس عارفه عنه، دي عوده حميده اللطيفه. لا، لطيفه كانت منزله البوم في 2024 كان اسمه مفيش ممنوع، بس ما وصلش للناس. الفكره ان الالبوم ده وصل للناس قوي قوي قوي، عشان كده هو في التوب 10. الالبوم حلو. الفكره ان ليه الالبوم ده في المرتبه التاسعه، ان لطيفه ما تعتبرش الجيل ده قوي، بس عملت اغنيه زي سوري، انا ما كنتش قصدي سوري، كان غصب عني سوري، وصلت للجيل قوي ده. والمقياس بتاعنا او المعيار بتاعنا ايه؟ ترند، واتعمل عليها ساوندز كتير جدا، وصلت للجيل ده. ولطيفه تعتبر مش الجيل ده، ممكن الجيل اللي قبله، بس وصلت للناس بطريقه بالنسبه لي مذهله. واغنيه سوري انا برضو زي اغنيه مفتقدني هاتي شكرا في جيبي بسمعها، يعني دي انا ما شفتهاش وانا بحضر الحلقه دي، انا كنت عارفها بس اتفاجئت ان هي في الالبوم ده. فالالبوم بالنسبه لي فاجئني جدا بصراحه. والالبوم متنوع برضو، لان فيه جزء كده ستايل خليجي شويه زي اغنيه قلبي حن، اغنيه حلوه. بس اهم بقى من كل اللي انا قلته ده، ان الالبوم ده مترابط جدا، ان انت لو هتعمل البوم وهتحط فيه عدد معين من الاغاني لازم يكون ليهم ثيم معين عشان يتحطوا في نفس الالبوم، ما يبقاش واحده من الشرق وواحده من الغرب كده، لا اديني ثيم. البوم لطيفه بيعمل ده كويس قوي، بيعمله بطريقه مذهله وتفاجئك، لان ثيم الالبوم ده هو الكيد. لطيفه طالعه تكيد الشخص اللي سابها او انفصلوا عن بعض، حتى باين في اغنيه سوري ان ما كنتش قصدي، لا ده انا قصدي، عارف اللي هو لما اخبطك قصدي يقول لك ايه ده انا ما كانش قصدي انا اسف، اي نفس الفكره. فطول الالبوم هو الثيم ده اللي موجود، وترابط الالبوم على بعضه مع تنوعه ومع اغنيه وصلت للجيل اللي احنا فيه ده، دي قوه من لطيفه مش طبيعيه، تبين ان هي قدرت تغير من لونها عشان ترجع وسط هذا الجيل دلوقتي اللي موجود دلوقتي. واغنيتي المفضله طبعا باين من حبي ليها، ان الاغنيه اللي لزقت في دماغي مش قادره تمشي اكيد هي اغنيه سوري. ونخش على البوم رقم 8، هو البوم تامر عاشور. ياه شايف ياه حياه. الالبوم ده البوم كبير نسبيا، 12 اغنيه. كنت محتار جدا احطه في الثامن ولا السابع، بس الالبوم السابع كسب عندي لتفضيلات شخصيه جدا، فاضطريت احط تامر عاشور في المرتبه رقم 8. الالبوم ده طبعا البوم شتوي زي ما احنا متعودين من تامر عاشور، البومات شتويه جدا، نزل في شهر 1 2025 ومش عوده بعد غياب ولا حاجه، لان هو كان منزل البوم في شهر 1 2024 اللي هو البوم هيجي لي موجوع الايكونيك. والالبوم ده هو اللي انت عارفه، البوم الحزن مع الشجن مع الفراق مع تامر عاشور اللي هو هينزل البوم، فاتفضل هيتنكد عليك فتره الشتاء كلها، كل ما تتنكد هتروح تسمع تامر عاشور. فده اللي انت متوقعه منه، اغاني كتير حلوه موجوده جوه الالبوم ده، مش بقوه الالبوم اللي قبله، بس ستيل البوم قوي جدا، والبوم يتحط في المركز الثامن او السابع كمان، بس انا قلت لكم خسر عشان تفضيلات شخصيه جدا. واغنيتي المفضله هي اغنيه ياه، اغنيه الالبوم، اغنيه حلوه تفكرك بهيجيلي موجوع، بس اتس نوت اون ذا سيم ليفل تماما. هيجيلي موجوع في حته ثانيه، في كل اغاني تامر عاشور دي في حته لوحدها بالنسبه لي. ده كان البوم رقم 8. والمرتبه رقم 7 الالبوم اللي انا قلت لكم حطيته لتفضيل شخصي، المرتبه السابعه هو البوم نانسي 11 لنانسي عجرم. صح، انا نانسي 11 اكيد مش هيفاء وهبي. المهم
الالبوم ده انا كنت متابعه لان انا فان جدا نانسي عجرم، فانا طبعا متابع الانستجرام، لقيت فيه كامبين بتحصل واعلانات وبتاع، فبدات اقعد اعيد لك بقى فين الالبوم. نزل الالبوم بسطني جدا، وهو نزل في شهر 7 تقريبا يوم 17 برضو 2025، وعوده حميده لنانسي عجرم لان اخر البوم كان 2021. وجس وات اسم الالبوم نانسي 10. دي معلومه يعني تريفيا سريعه كده، نانسي عجرم ما بتسميش البوماتها قوي، ممكن اول البومين 3 سميتهم، بعد كده بدات يبقى الالبوم اسمه نانسي رقم نانسي رقم نانسي، تلاقيهم بادئين حتى من نانسي 4 أو 3 حاجه زي كده. فهو عندها تسميه الالبوم مش قوي، هو لو الالبوم ليه اسم خير وبركه انا احط الاسم، مش البوم ده الالبوم رقم كام في ترتيب كاريري 7، حط نانسي 7، حط نانسي 8، حتى هتلاقي ان في يعني البوم اسمه نانسي 7، البوم نانسي 8، بعد كده البوم حاسه بيك، بعد كده نانسي 10، لان حاسه بيك ده الالبوم رقم 9. طبعا نانسي عجرم نفس فكره حسين الجسمي برضو، الالبوم منقسم في اغاني مصري واغاني لبناني، برضو ممكن يكون لنفس السببين، ان هي بتحب مصر وان هي عارفه ان جمهورها في مصر كتير فلازم تنزله الاغاني اللي هو بيحبها. بس الالبوم متنوع، الاغاني اللبناني حلوه والاغاني المصري حلوه، البوم ما تفهمش انا اسمع ايه دلوقتي. برضو طبعا احنا عارفين نانسي ملكه الحته دي بتاعت الانوثه الشبابيه، الانوثه الطفوليه دي شويه، منزله مثلا في الالبوم ده اغنيه زي قلبه وطراوه وانا تبعني، اغاني مصريه جدا حبيتها جدا. برضو الميكس المصري مع اللبناني كان حلو، انا اتبسطت بيه. انا ممكن اكون فان بوي جدا لنانسي عجرم، لذلك هي في المرتبه ال7، بس اغنيتي المفضله مش ولا حاجه من اللي انا ذكرتهم، هي اغنيه هفضل اغني. انا اتبسطت جدا يعني من هذا الالبوم وعجبني جدا، كانت رحله حلوه بصراحه داخل هذا الالبوم. نخش على الالبوم رقم 6، الالبوم اللي كنت هنساه في القايمه دي. انا ما عرفتش الالبوم ده غير بالصدفه البحته، وانا كنت هنساه وكنت هندم جدا 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 ان نسيته. هو البوم ضريبه البعد لاصاله نصر، البوم متوسط، البوم 10 اغاني، البوم نزل في شهر 7 برضو تقريبا 3/7، وطبعا مش عوده قوي لان اصاله كانت منزله البوم ثم انا. الالبوم ده كان غريب جدا بالنسبه لي، ان هو كان فعلا ده اللي كان رحله بجد. انا بسمع اول اغنيه اسمها مش وحشه، وهي اغنيه مش وحشه مش وحشه بصراحه، قاعد بشوف ايه الاغنيه اللي هتيجي بعديها، لقيت اغنيه بالعنوان ده. انا جه في دماغي طبعا ايه، احبك اكرهك عمرو دياب، قلت بس اقفش ده احنا هنشوف عركه لان انا من غير ما اسمع الاغنيه كنت عارف ان هي احبك اكرهك، وقلت ده هتبقى رد على احبك اكرهك، هنشوف بقى النسخه النسائيه من احبك اكرهك. فمتحمس جدا وقاعد مستني مش وحشه تخلص عشان اخش على احبك واكرهك، واشتغلت احبك اكرهك. انا احبطت جدا، اغنيه عاديه شويه، وايه ده مش نفس الثيم اللي انا كنت مستنيه بتاع احبك اكرهك بتاعت عمرو دياب. فاحبطت بصراحه، فحطيت ايدي على خدي وكملت سماع الالبوم ده كنت بسمعه وانا بحضر لهذه الحلقه. فقعدت بسمع الالبوم مركز معاه، بس مش متحمس. خدنا فاصل كده من الاغاني اللي احنا عارفينها الاصاله، اللي هي الاغاني اللي بتبقى ملحميه وتحسسك زي اغنيه ايها المواطن واغنيه كل التفاصيل. لما وصلت لاغنيه ضربت البعد وقفت لحظه كده، ان فيها كلمات من اللي احنا متعودين عليها في اصاله، لان اصاله لما بتحط لك كلمات في اغنيه اللي هي الكلمات اللي انت بتستخدمها في حياتك العاديه، اصاله بتاخدها تعمل بيها اغنيه وتقلبها كلمات شاعريه جدا. يعني في اغنيه ضربت البعد في الكلام عامل ازاي، بتقول لك مثلا مكسله اني اقوم بمثل ان عندي حياه، عملت القهوه ورميتها، سيجارتي في نصها طفيتها، مع اني اشك ان اصاله هذه القدوه العظيمه بتشرب سجاير، بس ما علينا، حياه شخصيه انا بضايق فيه يعني. بس الكلمات واستوقفتني شويه، بس تمام مكمل معاها يا اصاله عندك ايه تاني، لحد لما وانا بسمع انا خبطت باغنيه المال السايب. انا عملت كده بالظبط، المال السايب انا بقرا اسمها الاول قبل ما تشتغل. طب اسمع اغنيه يا جماعه شعبي مش مهرجانات، شعبي اللي هو طرب، اللي هو حكيم، عباس حموده، احمد شيبه، الناس اللي هم صوتهم حلو بيعملوا لنا اغاني شعبي. لا مزيكا شعبي واصاله بتغني. تخيل لما تسمع اغنيه شعبي بالمزيكا الشعبي اللي انت عارفها بس بصوت وكلمات اصاله، لا حاجه تانية خالص. يعني المال السايب بتقول لك ما تقولش اصحاب وحبايب، يعني المال السايب بيعلم الناس السرقه وتفضل تدفع في ضرايب. ده انت ما انا قلت لك الكلام دي هتقول ايه ده مين اللي غنى ليسي؟ لا دي اصاله. تستوقفك جمله زي اول جمله اصلا اللي خطفتني، لا تصلح مره العايب ولا في مره تبقوا نسايب. يعني لو شفت واحد عايب ما تصلحوش ولا تناسبه. نصيحه كده، خد من الاول مني نصيحه مش شارع. بعد كده في قدام شويه بتقول جمله انا دي جننت ساعتها، بدات اتحرك في مكاني اللي هو ايه ده مين دي، لا تصاحب الندل ولا تقرب تحت البيت ما اتهرب منه تنزلوش، ما هو ندل. بعدها تسكت اصاله، لا قامت خبطاني خد واحده كمان، اغنيه العنب الساقع. انا وانا بقرا الاسم قبل ما تشتغل كرنجيت شويه،
قلت لا اصاله نو بليز، دي حاجه حكيم ليفل، دي معاكسه شارع. وغير كده الاغنيه فيها جمل غنائيه ليها يعني ايقاع لوحدها. انا بحب الجمله اللي هو لو شلتها من الاغنيه وقلتها عادي من غير اللحن يبقى ليها ايقاع. زي مثلا في اغنيه العنب الساعه كانت بتقول ايه، انا قلبي من السابع واقع. انا ما لحنتش، انا قلت بس الجمله، بس هي ليها ايقاعها. انا عارف ان هي تبان كرنج لوحدها، بس لو سمعت الاغنيه من اولها هتفهم ليه يعني نفسها في العنب الساعه، يعني ليها مبرر. بس الاغنيه مليانه من ده. يعني من ضمن مثلا الجمل اللي ليها ايقاع لوحدها زي اغنيه عمرو دياب ما تلعبش الظنون بيا، هي ايقاعها لوحدها من غير ما الحن. يعني ما قلتش ما تلعب ما غنتش، لا هي ما تلعبش الظنون بيا. واغنيتي المفضله عنب الساقع، لان هي شعبي جدا وانا اتفاجئت جدا منها من اصاله. يعني حاسس ان دي حاجه ممكن تغنيها امينه، وامينه طبعا بالستايل الشعبي، لكن اصاله ادتني الوقار بتاع الاغنيه العربيه والشعبي بتاعنا، فانا كنت متمزج جدا. ولا يعني حاجه فظيعه بالنسبه لي. انا كنت مبسوط جدا وانا بسمع هذا الالبوم اللي انا اتفاجئت بيه. يعني انا فعلا اتفاجئت بيه. انا ما كنتش اعرف ان اصاله منزله البوم. انا عارف ليه. ممكن انا ما عرفتش ان اصاله نزلت البوم بسبب تاريخ نزول الالبوم هو 3/7، وافتكروا التاريخ ده كويس لان ده هيبقى محور الحلقه دي كلها لما نتكلم عليه في اخر الحلقه. ونخش في التوب 5 بقى. البوم يستهبل لاحمد سعد، وده الالبوم الرابع اللي احنا سيبناه. قلت لكم سيبوا الرابع بتاع احمد سعد على جنب. احمد سعد نازل بالبومين السنه. الالبوم ده البوم كبير شويه نسبيا، 12 اغنيه، نزل 16/7/2025. طبعا الالبوم اللي قبله هو حبيبنا. الالبوم ده ليه هو في التوب 5؟ عشان الالبوم ده بعيد عن ان هو وصل للناس جدا، لان انت لو عديت معاه الاغاني اللي انت عارفها من الالبوم ده، اغنيه زي تاني هو وروبي، اغنيه برضو زي اخويا ده اللي موجوده في الالبوم ده، اغاني وصلت للناس جدا واغاني انا حبيتها جدا. بس كمان هو عنده فيتشرز حلوه زي ما قلنا روبي، وعنده اغنيه مع مروان موسى. والالبوم ده في هذا المركز عشان الجنان اللي فيه اغاني مجنونه في هذا الالبوم، زي بيستهبل وبطه وشفتشي والتك التك دي يا جماعه اغنيه تجنن. يعني دي اغنيه دي لو اشتغلت في الافراح تتجنن، وانت هتلاقيك عارفها اللي هي التك اغنيه انا حبيتها جدا. انا برضو شكرا احمد سعد، هات في جيبي هسمع. اغنيه حلوه انا اتبسطت بيها جدا وعجبتني جدا. اغنيه عايز اقعد اتكلم عليها للصبح. اغنيه تحركك من مكانك وتحرك مشاعرك معاها، واغنيه حلوه. وحتى موضوع الاغنيه ذات نفسه مختلف. يعني اغنيه التك مش بتتكلم عن حب، بتتكلم على اتنين لسه عارفين بعض جديد، فبيقول لها التك اصبر، يعني لسه هنحتك. هو بيقول لها التك على الصبر، التك ده احنا لسه هنحتك، يعني اتقالي هنحتك ببعض وناخد على بعض والدنيا تبقى حلوه وننطلق. فاغنيه جميله جدا. بس اغنيتي المفضله هي اغنيه تاني مع روبي. فيتشر جميل جدا، حلو جدا، عجبني جدا، علق معايا. اغنيه تاني علقت معايا فتره كبيره برضو. رقم 4 اللي ممكن ناس كتير ما تكونش عندها معلومه ان هذا المغني رجع بألبوم، وهو حمزة نمرة. قرار شخصي. ألبوم كبير شويتين، 13 أغنية، نزل في آخر شهر 7/23. ونقدر نقول عودة حميدة شوية، لأن الألبوم اللي قبله كان 2023. ألبوم رايق. لا مش الألبوم رايق، الألبوم اسمه رايق. الألبوم ده أنا اتبسطت بيه جدا، لأن حسيت إن ده عودة حمزة نمرة اللي أنا عرفته، اللي أنا حبيته من أيام أغنية إنسان ويا هنايا بتاعت أبو العطيات بتاعت الدراسات. دي الجملة اللي مشهورة فيها. هو الفنان الساخر اللي خياله واسع، اللي بيديني أغاني تخليني أفكر. هو ده حمزة نمرة بالنسبة لي، وهو ده اللي عجبني جدا في الألبوم. الألبوم متنوع، في أغنية زي شمس وهوا، أغنية جميلة جدا 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 جدا، وفيها كلمات أنت مش متعود إنك تسمعها، زي كلمة ده كان سحابة سودا بهبابة دي، يعني فاهم. وهو طار والله وريحنا وغار. ما فيش حد في الفراق حتى بيقول غار، بس هو قال. ومثلا عندك جمله زي علقنا زينه لناس ولاد لذينه، دي حلوه. هتوقفني انت هنا تقول لي انت ايه متضايق من ولاد لذينه بتاعت تامر حسني، بس عادي معاك حمزه نمره. اقول لك ان هي بيرسونا يا باشا، بيرسونا حمزه نمره. هو كده، هو من اول ما طلع، من اول البوم ليه وهو انا يا جماعه الشخص الحكيم، الشخص الكبير. فعادي هو في مقام خيالك من اول ما طلع. فلما يقول لك ايه ولاد لذينه تمشي، لكن تامر حسني هو الشاب ونجم الجيل ومدوب البنات، ما ينفعش يقول ولاد لذينه، يعني مش جايه. وخصوصا على فكره الفرق بينهم هما الاثنين، هما نفس الجيل، الفرق بينهم هما الاثنين 4 سنين. بالعكس ده تامر حسني اكبر من حمزه نمره ب4 سنين. تمشي هنا بس ما تمشيش هنا فكره بيرسونا. وحمزه نمره مش بيغني الجيل الجديد، بس بيغني من منظور تاني، منظور النصيحه، وان انا افتح مخك على الدنيا والحاجات دي كلها. وزي ما قلت لكم هي عوده حميده جدا ليها. يعني حتى في اغنيه كله على الله، اغنيه دي بتطرح اسئله وجوديه. انت عارف ايه هدفك في الحياه؟
هو حمزه نمره بيسالك، مش انا اللي بسالك، ده حمزه نمره. واغنيه زي كايرو اللي هو حاسس بالغربه جدا، فبيسال لو في اي حد هنا من كايرو حاسس ان هي مش اغنيه للناس المغتربه على قد ما هي اغنيه حمزه نمره جدا، مستني حد يرد عليه في الاغنيه، او مستني حد يبعت له الاغنيه ويقول له انا في المكان اللي انت فيه وبرده من كايرو، ما ايه رايك نتقابل. فحاسس ان حمزه نمره بينده الناس، هو دايما كان بيخاطب الناس جدا يعني. شفت ما كنت بقول لكم شكرا الاغنيه دي هاخدها معايا اسمعها، انا خدت الالبوم كله بتاع حمزه نمره حطيته في جيبي واسمعه. اغنيتي المفضله شمس وهوا، اغنيه مختلفه، كلمات مختلفه، مزيكا جديده او مش جديده، مزيكا اللي هي الفلامينجو اللي احنا متعودين عليها، لان هو طبعا جيتاريست خطير فبيحط الجيتار صح في الاغنيه مش هيجلي. نخش في التوب 3 والالبوم في المرتبه رقم 3 هو البوم انا بحبك انت رامي صبري. البوم المتوسط 11 اغنيه، نزل 10/7/2025 ومش عوده قوي لان كان في البوم قبله في 2024 شهر 7 برضه 10/7 للمفاجاه غريبه جدا. البوم انا جامد كده كده يعني، تمام، دي رؤيه حضرتك الشخصيه يا استاذ رامي. البوم انا بحبك انت انا حاطه هنا اللي هو اندر ريتد جدا واتظلم جدا. اتظلم ليه هنقول في الاخر، كل الحاجات اللي انا بسيبها دي هتجمعها في الاخر. البوم حلو جدا، البوم فيه الاتجاه الجديد، فيه الاتجاه اللي قبله، الاتجاه اللي قبله ده اللي هو قصه الجيتار والفلامينجو والكلام ده كله والتكنو والهاوس موجودين بشكل كبير في الالبوم ده، مع كلمات جديده فريش، مع استعراض لعضلات صوت رامي صبري مش طبيعيه. الالبوم حلو كله من اول صوره الالبوم، الالبوم كله تحفه متكامل ما فيهوش غلط. البوم انا كنت مبسوط وانا بسمعه واتفاجئت بيه جدا ان ايه ده رامي صبري، طب ما تدينا من ده كتير، تدينا من ده على طول بقى. والبوم انا شايفه شبابي جدا وحلو جدا، البوم 10/10 بصراحه. واغنيتي المفضله فيه هي انا بحبك انت، انا ماليش غير انت. بحبك انت. اغنيه الالبوم اغنيه خطيره، وكويس ان دي اول اغنيه في الالبوم لان دي اللي هتسحبك جوه الالبوم، دي اول ما بتسمعها بتشدك جوه الالبوم، تتشفط تخلص الالبوم تطلع منه ايوه حلو شكرا على هذا الالبوم استاذ رامي صبري. الالبوم رقم 2، الالبوم ده انا كنت محتار من كتر حلاوته وقوته وجماله ووصوله للناس وكل حاجه، كنت فعلا بفكر احطه في المرتبه الاولى بس ما عرفتش لان الالبوم اللي في المرتبه الاولى كسب بشكل رهيب. يعني زي ما قلت لكم الالبوم او الاغنيه القويه او الحلوه تكسب حتى تفضيلك الشخصي، وهو البوم نارين لتوليت. انا عارف ان انتوا ممكن تقول لي ايه ده توليت، استنى ده هو ده الاندر جراوند ده الراب. لا توليت مش راب، توليت بوب وما بقاش اندر جراوند، بقى مين ستريم قوي خلاص، ده من التوب بيرفورمرز بتوع الدنيا. البوم توليت نارين بالذات اغنيه معينه هنتكلم عليها قدام، ده كان فكره الحلقه دي كلها ان ايه ده الالبوم ده خطير، ده ازاي ده قوي جدا، طب ده ترتيبه قد ايه في كل الالبومات اللي نزلت السنه دي، طب ما تيجي نعمل حلقه. الالبوم ده نزل في اخر شهر 7 31/7/2025، كانش فرق كبير بينه وبين الالبوم اللي قبله اللي هو يعتبر اول البومات توليت 2024 كان في شهر 7 برضه. هو ايرونيكلي نوف اسمه الكامل كوكتيل اغاني للفنان توليت حصريا لحبايب قلبي. بس الالبوم ده ليه رقم 2؟ البوم متكامل فيه كل حاجه، تقدر تقسمه 5 و4، 5 اغاني دول بيتكلموا عن الحب ودول بيتكلموا عن قصه واحده، والقصه اللي هو طلع قالها في الحفله ان هو كان مرتبط بعيد عن اللي كان مرتبط بيها 6 شهور ورجع لها تاني. الاغنيه دي كنت عاملها عشان اقول كلمتين، مش بغني حاجه، كنت بوصل رساله لحد معين. الشخص ده ان انا بحبه قوي 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 قوي، مش ينفع ان انا اسيبك 5 شهور افكر فيكي كل يوم قدام الناس دي كلها. بحبك. الاغاني ال5 هم ايه؟ طبعا اغنيه نارين، اغنيه حسيني، اغنيه غريب حالي، اغنيه وحشتيني، واغنيه حبيبي ده. 5 اغاني بيحكوا نفس القصه، انا حاسسهم ان هو رحلته في هذه القصه. اول 4 بالترتيب كده تمشي معاهم اللي هو نارين، حبيبي ده، حسيني. حتى لو تتبعت كده ان هو بيقول في نارين قولي لي ليه وكلميني عن حياتك حبتين، تيجي في الاغنيه اللي بعديها اللي هو حبيبي ده بيقول لك ما تيجي نمشي من غير ليه، ده الليه اللي هو كان بيسالها عليها في الاغنيه اللي قبليها. وفي اغنيه حبيبي ده لما بيقول لها انت مش حاسه ولا ايه، بتيجي بعديها اغنيه حسيني، بعد كده غريب حالي، بعد كده في الاخر وحشتيني اللي هي مش اغنيه، هو كان بيعبر عن مشاعره جدا بس انا وصلت لي كشاب، لان هو يعني بيعبر عن حبه بنفس الطريقه اللي احنا كشباب بنعبر بيها عن حبنا. وبعدين تمسك بقى ال4 اغاني التانيين المختلفين، تعال نمسكهم كده بالترتيب. اغنيه انت كريزي دي اغنيه توليت جدا، اغنيه كده تحسها اللي هي الاغاني النيجيري اللي بيقعدوا يرقصوا عليها كده دي بس حلوه يعني، اتبسطت بيها جدا ودخلت دماغي جدا. اغنيه عيون الناس فيتشر مع امير عيد. امير عيد طبعا كعادته متولي جدا الشباب الجديد اللي بيحب يظهرهم شويه او يديهم كريدت شويه على المجهود بتاعهم. وهنا انا بدات اسمع توليت برضو كمغني بقى، مش فقط ان هو مؤدي. لما الحته بتاعت ما بقاش في حل بدات اسمعها شويه، طبعا في اوتو تيون بس تمام انا ما عنديش مشكله، اتبسطت بالاغنيه جدا. وهنقف وقفه شويه عند اغنيه عيون الناس لان هو هنا بيعبر عن الشباب عامه. انا عارف ان احنا كشباب المرحله اللي احنا فيها بيبقى اكتر حاجه مركزين عليها، اكتر حاجه بندور عليها هو الحب،
اذا كان احنا رجاله او اذا كان البنات، احنا بندور على شريك حياتنا وعن الحب والشخص اللي نحبه وايه هو الحب بالنسبه لنا وازاي نعرفه. فانا فاهم ان عشان كده كل الاغاني اللي بتستهدف جيل الشباب بتتكلم عن الحب والفراق، لان انت وانت شاب يا اما مصاحب يا اما فرقت يا اما بتدور على حد تحبه يا اما. بس انا كشاب مش دي بس كل مشاكلي، انا عندي مشاكل ان انا اول ما اتولدت مثلا، مش انا كلؤي، انا كشاب لحد ما خلصت جامعه انا طريقي مرسوم. انت اتولدت هتكبر لحد ما تبقى بني ادم بتتكلم وبتمشي، فهتخش المدرسه تخلص ال 12 سنه، تخش الجامعه تاخد 4 سنين كمان او 5 سنين او 7 سنين على حسب كليتك، تخلص والدنيا فجاه بدل ما بقيت عامله كده بتفتح قدامك بتشوف كل حاجه. طب اعمل ايه؟ اجري منين؟ اروح فين؟ ولا اجي منين؟ انا مش عارف. ده تم التعبير عنه في اغنيه عيون الناس، وقد ايه الموضوع مرهق جدا ذهنيا وفكريا للشاب اللي كان طريقه مرسوم من اول ما بدا حياته لحد ما فجاه فتح، فبدا عمل مجهود جدا عشان يمشي الطريق ده كله، وبدا ان هو مطالب منه يعمل مجهود هو الضعف عشان يحدد طريقه بنفسه، وبعد كده يعمل مجهود ضعف الضعف عشان يمشي في الطريق اللي هيختاره. دي حاجه بتعبر عنها جدا كشباب، وحاجه انا اقدرها جدا، خصوصا ان انا اقدر الاغنيه اللي مش بس عن الحب، لا اغنيه فعلا بتعبر عن حد او بتعبر عن حاجه او بتعبر فئه عن المجتمع. الاغنيه الثالثه هي اغنيه ضروري. الاغنيه دي انت ممكن تسمعها اللي هو ده الستايل الخليجي او الستايل السوري بتاع الدبكه بتاع توليت، زي قسم الشكاوي وبتاع كده. لا بس هي مش كده، الاغنيه دي بمنتهى البساطه عشان ننجز، ده اغنيه عن فلسطين، وهتوصل في الاخر ان دبت انا في الغمازات يعني هتوقع دبابات. الطريقه اللي بيحاربوا بيها الفلسطينيين ان هم ما بيحاربوش بايديهم، بيحاربوا بوقفتهم، ان انا واقف وعيني عليك وانت هتضربني بس انا واقف. بيقول لك بقى ان احنا نخرجهم برات البلاد ونرششهم بره الشام، فلسطين طبعا من دول الشام، بيقول لها ما تنسيش المفتاح، ما تنسيش خان العمدان، خان العمدان دي منطقه في فلسطين. فلو انت فهمت ده مشيت بقى من الاول مع كلمات الاغنيه ان هو على الشط الكاريبي، الشط الكاريبي ده لو ركزت شويه ادي طلع الشط الكاريبي، المكسيك، كندا، جامايكا، امريكا. فحاسس ان هو حتى لما يقول لك تجيب لي دستة عيال، انا ترجمتها كده، انا عارف ان هو ممكن يكون مش قصده، بس دستة عيال ان هم 12 دوله، اللي هم 12 دوله العرب اللي في اسيا، هم 22 دوله عربيه، 12 في اسيا و10 في افريقيا. فدي اغنيه حسستني فعلا، قربتني من طول جدا كبني ادم، اللي هو زي ما انا شخص في ايه انا زي ما انا شخص عربي عندي حميه والقضيه الفلسطينيه شغلاني وكده، هو كمان شغال وبيعبر عنها بالطريقه اللي بيعرف يعبر عنها. وبعدين نيجي في اغنيتي المفضله، احسن اغنيه في الالبوم، وهي اغنيه شديني اللي بتتكلم عن الدنيا مش عن الحب خالص. اغنيه شديني بتتكلم على الدنيا وبيتكلم على قد ايه ان انت يا دنيا ظلمتيني وجيتي عليا، بس انا متقبلك وبمشي فيكي وبعمل فيكي كل اقصى مجهودي، بس انت شديني بقى، حبيني زي ما انا حبك وانت بتيجي عليا، فحبيني انت كمان. الفكره ان الاغنيه دي اول لما اشتغلت انا ما عجبتنيش، بس وهي اول ما اشتغلت كنت اغني بالغلط يا وعدي على الايام. حسيت ان هي نفس الثيم لحد ما تولي تنزل تيك توك بيقول فيه ان الاغنيه دي فعلا مستوحاه من احمد منيب، وهو حبه جدا وكان عايز يعمل حاجه شبهه فعمل حاجه في السكه دي. انا قلت طب ايه ده، طب ما اسمع بقى. سمعت بقى ونعم السمع، لا اغنيه حلوه جدا، مزيكا وغنى وكلام مش طبيعي. دي اغنيتي المفضله في الالبوم بلا شك، رغم ان هي مش اكتر اغنيه فايرالت، بس هي اقوى اغنيه بتعبر عن الشباب بطريقه الشباب، مزيكا مختلفه، مزيكا من القديم على الجديد، حاجه كده ما تطلعش غير مره كل سنه او كل 3 سنين مثلا يطلع اغنيه شبه دي، اغنيه مختلفه باتجاه جديد، اللي هو يا جماعه انا هاخد اتجاه ما حدش خده، حد هيجي معايا؟ لا خلاص هروح لوحدي. فلا اغنيتي المفضله هي شديني بلا منازع. وبعد كده نوصل للمركز الاول وافضل البوم في هذه السنه، وهو الالبوم اللي كل ده ما جابش سيرته، وهو البوم ابتدينا عمرو دياب. البوم متكامل، البوم كبير، البوم 15 اغنيه، البوم متكامل من كل النواحي، فيه كل حاجه، فيه مقسوم، فيه الاتجاه الجديد. والاتجاه الجديد ده خلينا نقف عنده، لان عمرو دياب هو صاحب الاتجاه الجديد ده كله. شفت لما كنا بنقول الاتجاه الجديد، عمرو دياب هو اللي قال لهم ورايا على الاتجاه الجديد. اغاني كتير فايرالت منه زي خطفوني ويلا بابا، هي مختلفه جدا، وانا بالنسبه لي دي اقوى اغنيه في الالبوم. ممكن مش اغنيتي المفضله ومش احلى اغنيه بالنسبه لي في الالبوم، وممكن ما احطهاش في التوب 3 احلى اغاني بالنسبه لي في الالبوم، بس بلا منازع هي الاقوى. عمرو دياب كعادته بيغامر وبيسمعنا حاجه جديده وبنعجب بيها كل مره. البوم متكامل جدا. ممكن كان عندي مشاكل مع بعض الاغاني زي اشارات، بس ستيل انا فاهم ان دي تجربه جديده من عمرو دياب في الاغاني الخبوطي والفايبس والحاجات دي، فانا فاهم بس ماليش فيها قوي. اغنيه هلونهم عجبتني الفكره، بس تطبيقها ما كانش احسن حاجه، بس عجبتني.
دول بس اللي كان عندي فيهم مشاكل. بقيه الالبوم اللي هم فاضل 13 اغنيه اللي هو ده البوم لوحده، يعني مفيش واحده جله فيها، واحده بس. او ممكن اكون بكرنج من لفظ بابا كان نفسي يغيره، بس انا فاهم الجيل الجديد فتمام، تجربه جديده، تجربه مختلفه عجبتني جدا. رغم ان هو ممكن يكون البوم توليت يكسبوا شويه في حاجات، بس لولا عمرو دياب ما كانش ال 13 البوم اللي اتكلمنا عليهم قبليهم كانوا موجودين. هو الرائد، هو اللي بيعمل والناس بتفولو عمرو دياب. ليه؟ هو صاحب الرؤيه. حتى لولا عمرو دياب ما كانش توليت نفسه هيبقى موجود. توليت متاثر جدا بعمرو دياب، زي ما بنشوف ستايل المزيكا بتاعته، ستايل لبسه، ستايل الكليبات بتاعته، ستايل حاجات كتير. هو متاثر جدا بعمرو دياب وبيحبه جدا، وكلنا عارفين حاجه زي دي. عمرو دياب هو الرائد وعامل البوم. انا بالنسبه لي الالبوم ده لو السنه الجايه او اللي بعديها عمرو دياب نزل البوم بنفس القوه دي، انا اعتبرها فتره ذهبيه ثالثه لعمرو دياب. انت عندك الفتره الذهبيه الاولى هي الثمانينات بتاعت ميال وشوقنا ونور العين والكلام ده كله، الثمانينات والتسعينات. بعد كده فتره الالفينات و2010 اللي هو من اول تملي معاك لحد بقى راجع. بعد كده فصلنا بكام البوم كده ما كانوش افضل حاجه، بعد كده رجعنا ابتدينا البوم خطير جدا. هل هنكمل؟ هل في فتره ذهبيه ثالثه ولا هل دي حلاوه روح؟ مش عارفين. بس انا اتمنى فتره ذهبيه ثالثه لعمرو دياب، لان انا فان جدا لعمرو دياب. البوم عمرو دياب نزل 3/7/2025. التاريخ اللي قلت لكم متمحور عليه كل حاجه، لان اي حد نزل حوالين التاريخ ده او قريب من التاريخ ده اتاكل. مستحيل تنزل قبله، لان انت في الاغلب ما حدش هيفتكر البومك. فالالبومات اللي اتظلمت زي البوم اصاله ان هو نزل في نفس اليوم، فممكن ناس كتير ما خدتش بالها من البوم اصاله، غير فانز اصاله قوي. واحد زي اللي هو انا بحب اسمع اصاله ما خدش بالي، انا كنت مسحول مع عمرو دياب. والبوم زي انا بحبك انت ده اتظلم جدا لانه نزل بعد البوم عمرو دياب باسبوع. وطبعا الحاجه الشهيره ان البوم عمرو دياب عمرك ما تحبه في ساعتها، هياخد معاك اسبوع وتبدا تقول ده البوم عظيم. فاتظلم معاه في الحته دي. ركب كده ان البوم عمرو دياب نزل 3/7 وشوف حواليها تعرف ايه البوم اتظلم، ايه البوم نزل معاه فما سمعش، ايه البوم نزل بعديه فاتاخد الهوجه بتاعت البوم عمرو دياب، ان البوم عمرو دياب بدا يحلو والترندات تطلع وناس تهزر على خطفوني، الناس تغني بابا بطريقتها. الترندات دي كلها كلت بعض من الالبومات، او كلت مش كلت الالبومات، كلت الهوجه بتاعتها او الضربه بتاعتها هي كلتها بالغلط. يعني هو عمرو دياب هنعمل ايه طيب؟ وبس كده. دي كانت حلقتنا النهارده. اتكلمنا على كل الالبومات اللي نزلت السنه دي. اتمنى تكون حلقه كانت حلوه خفيفه عليكم واتبسطتوا فيها، اتبسطتوا بالنقاش. ويا ريت تقولوا لنا تحت في الكومنتات ترتيبكم انتوا ايه للالبومات دي. وطبعا لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، عشان هدفنا الجاي هنعلن عنه دلوقتي وهو 1000 سبسكرايبر. وما تقلقوش مسلسل مش طبيعي هيكمل ان شاء الله، بس في عطله شويه هنحاول نشرح بعدين في شورت او حاجه. ما تنسوش تتابعونا على فيسبوك وانستجرام وتيك توك. وسلام.